ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الصلصه ديت. طول ما هي عندك، ما بجد بجد ما تحمليش هم الاكل خالص. يعني انا لما بتبقى عندي ما بحملش هم الاكل نهائي. هوريكي تتعمل ازاي. طبعا في ناس كتير بتعملها ومتعوده انها تعملها و... وعند كل الناس وفاهمه قيمتها وعارفه قيمتها. قبل اي حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. بصراحة أنا جبت طماطم اللي هي ولا كبيرة ولا صغيرة. على حسب بقى اللي بلاقيه يعني. بس طبعا كل ما الطماطم معاكي بقت أكبر كل ما بتبقى ملحمة أكتر وبتبقى أفضل. بس هي دي الطماطم بصراحة اللي لقيتها. لما تيجي تختاري الطماطم بتاعة العصير تختاريها اللي هي طرية شوية، مش معجنة طبعا، بس تختاري اللي هي طرية شوية عن الجامدة اللي بتعملي بيها السلطة، وتكون حمرا. ما تختاريش الصفرة، اختاري اللي هي حمرا كده، حمرها كده يكون واضح وحلو. دول معايا 3 كيلو. بصراحة أنا جبت على قدي، بجيب كل فترة كده على قدي وبعمل الصلصة اللي تبقى إيه يعني تمشيني، يعني إيه الفترة دي مش للخزين. الخزين بجيب قفص وقفصين وبعملهم في الفريزر وبركنهم. انما ديت ايه للاستعمال اليومي، يخلص واجيب غيرهم، لان زي ما انتم عارفين الطماطم غليت ولسه هتغلى تاني. بصراحة يعني الناس اللي في السوق قالوا لي لسه هتغلى تاني. دول 3 كيلو طماطم بنحط عليهم نص كوباية مية وبنروح حاطينهم على البوتاجاز على نار هادية خالص وبنغطيهم. ما تعليش النار عليها عشان ما تتحرقش. وبتاخد ساعة، يعني تسيبيها ساعة على نار هادية براحتها لحد ما تلاقيها ايه نزلت كده ميتها. احنا بنسلقها مش بنسويها، يعني مش بنسبكها، احنا هنسلقها بس لغاية ما تنزل ايه ميتها بس. طبعا حبة المية اللي هي بتبقى بتصفيهم دول احنا مش عايزينهم، فهنضطر ان احنا ايه نفصلهم عن المية خالص، عن الطماطم نفصل المية عن الطماطم. بعدين لما انتي بتصفيها من المية ما بتاخدش وقت على البوتاجاز. لو عملتيها بميتها بتفضل كتير، تفضل يعني تستوي كتير كتير كتير، وده غلط. يعني انا مش بحب كمان بعد ما بعصرها مش بحب اسيبها على البوتاجاز كتير. بحاول ان انا اصفي ميتها وباخد الحب بس. طبعا انا الطماطم مش بقطعها. جربتها مره ان انا اقطعها واسلقها متقطعه، بصراحه اتهرت مني ومعرفتش اسيطر خالص. دابت في الميه واتهرت ومعرفتش اسيطر عليه. انما بقيت اعملها سليمه، مهما كانت سليمه ومهما كانت كبيره برضو بتنزل ميتها وبتتعصر معاكي بكل سهوله. بتاخد ضربه واحده او ضربتين في الخلاط. بس بعد ما صفيت ميتها طبعا انا هستغنى عن الميه دي، مش عايزاها. وببتدي بقى باي حاجه عندك، بهاند بلندر او الخلاط، بتبتدي تعصريها لحد ما تبقى عامله زي الميه خالص. انا هنا عملتها بالهاند بلندر وحسيت ان هي لسه برضو ما اتعصرتش قوي، فروحت مكمله عليها بالخلاط بصراحه. لان انا عايزه القشر ما يبقاش تخين او سميك، انا عايزاه معايا يكون صغير علشان ينزل اكبر كميه من الصلصه. هنا بقى بعد ما خلصتها وطحنتها جبت مصفى، اي مصفى عندك بتعصري بيها الطماطم وببتدي اصفي بيها الطماطم. بس بعد كده بقى بروح حطاها في حله او في حاجه وبرجع احطها تاني على البوتاجاز. خدت بالظبط مني على البوتاجاز نص ساعه. وقبل ما تحطيها طبعا انا بستخدم هنا بحط قبل ما بحطها على البوتاجاز بحط معلقه ملح. معلقه الملح دي ليه؟ بتبقى زي ماده حافظه كده ليها، علشان ما تبصش معاكي، لانك هتحطيها في التلاجة مش هتحطيها في الفريزر. لو هتخزنيها بتتحط في الفريزر وبرضه بتحطي معلقه الملح عادي، دي مش هتضرها يعني، بتبقى حلوه برضه. بس قعدت معايا نص ساعة بالظبط، ما مش اكتر من كده، برضو على نار هادية، ما بعليش عليها خالص. نص ساعة واروح طافية عليها واسيبها بقى لحد ما تبرد. وابتدي بقى اعبيها في برطمانات، تعبيها في اكياس. انا هنا كان عندي برطمانين ازاز، رحت حطاها فيهم. دول اللي انا هستخدمهم يبقوا جنبي في التلاجة. اي حاجة بستخدمها، اي حاجة بعملها بشد من البرطمانات دي. بس بعد التعبئة بقى جت معايا كيلو ونص، يعني كده ان 3 كيلو طماطم هيجوا معاكي كيلو ونص، يعني 10 كيلو يجوا معاكي 5 كيلو طماطم او 5 كيلو صلصة. بس ودي طريقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم وجربوها وقولوا لي عملتوا ايه. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.